في أكلة بمزاج مع توتة. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة حلوة جدا للفراخ، وبصراحة قلت أجرب المكون اللي أنا حطيته هشوفه هيطلع حلو ولا زي ما احنا متعودين لو حاجة مش حلوة بقول عليها لا ما تجربوهاش. وبصراحة لقيت ان انا اتبسطت جدا جدا من نفسي ان انا حطيت المكون ده. يلا بينا بسرعة علشان نشوف بتتعمل ازاي، ويا ريت ما ننساش نشترك في القناة. عايزه اقول لكم ان طريقه الفراخ دي بجد هتنفعكم جدا جدا في رمضان وفي اي عزومه. الفراخ دلوقتي انا جبتها وغسلتها. تمام، انا منزله فيديو ازاي نغسل الفراخ علشان في ناس كتير قالت على غسيل الفراخ، لا انا طبعا ضد النقطه دي. فهنزل لكم الرابط عشان تشوفوا احنا بنغسل الفراخ ازاي. البداية دلوقتي بقى بنجيب معلقة كبيرة من بهارات الشوي بتاعة الفراخ. لو عندك نوع معين بتستخدميه تمام، لو ما عندكيش بتروحي عند العطار وبتقولي له عايزة نوع كويس بتاع بهارات الشوي بتاعة الفراخ. وبعد كده ملح وفلفل اسمر. دلوقتي بنحط دبس الرمان. دبس الرمان ده برضو لو تفتكروا ان انا عملته معاكم تمام وطلع طعمه جميل جدا. بعد كده بقى لو ما عندكيش دبس الرمان ممكن تحطي وايت صوص، ممكن تحطي معلقتين حلوين كده من العسل. مش هيبان وبالعكس هيدي خلي الاكل طعمه مسكر حلو، لكن مش السكر اللي هو يظهر ويبقى وحش، لا ما تقلقيش. بس هنجيب دلوقتي على الفرخه كيلو من البصل، مش كتير خالص وبجد يعني ممكن تقولي لا ده انا كمان ممكن المره الجايه اكتره. بيدي طعم حلو جدا جدا في التوابل اللي احنا كمان لسه هنحطها. بعد ما اخلص قلت طيب ايه رأيكم لو انا اعمل معاهم مكون جديد. الوصفة اللي انا شفتها بصراحة ما كانش فيها. رحت انا جبت بطاطستين كبار وقلت اقطعهم واحطهم واشوف. وانا بقطعهم ما كنتش حتى مفكره هقطعهم ازاي، بقيت اقطعهم وانا بقطعهم بفكر لحد ما استقريت على المكعبات الصغيره. وبعد كده طب انا هحطهم بقى على الطاسه مع باقي المكونات ولا لا. رحت قلت طب ما انا ممكن اجيب طاسه لوحدها واحط فيها 3 معالق من الزيت واروح حطاهم زي ما احنا شفنا كده، قلبتهم شويه وسبتهم على النار في عين تانية لحد ما نبتدي نعمل بقى الاساس اللي احنا كنا ناويين عليه. دي كانت حاجه اضافيه بس بصراحه طلعت طعمها حلو. هجيب دلوقتي معلقه حلوه كده من السمنه زي ما احنا شايفين، وزي ما احنا عارفين انا بحب السمنه البلدي. دلوقتي هنحط مع بعض بقى كام واحده كده، 4 من القرنفل او 3 زي ما احنا شفنا، وورق لورا وواحده من القرفه. تمام. اول ما اشم كده ريحه التوابل هجيب معلقه صغيره من السكر، مش ملح، من السكر. اول ما الاقي السكر كده كرمل معايا، ده بخلي بالكم بتدي تركية حلوه جدا والطعم بجد كان جميل قوي. اول ما لقيته كده كرمل معايا هجيب كل البصل اللي احنا قطعناه مع بعض. طبعا انا مش هقليه، يعني هخليه بس يدبل شويه زي ما احنا شايفين. اول ما احس ان هو بدأ معانا ان هو يدبل شوية هنجيب دلوقتي طبعا المكونات علشان نحط ونكمل. اول حاجة معانا من المكونات الفلفل الاسمر مش كتير، وكزبرة ناشفة، وكمان شوية صغيرين من الملح، والسماق. بصراحة السماق يعني نقدر نقول ان مكون مهم في الوصفة. ما عندكيش خلاص يعني مش هنعمل حاجة، مش هنقف عليه، بس بصراحة لو حطيناه هنلاقي المكون دوت حلو جدا في الاضافه. هنجيب كمان ليمونيه كبيره كده نبشر القشر بتاعها بعد ما نكون غسلنا الليمون كويس ونحطها. واخر حاجه طبعا دلوقتي هنجيب فلفل الوان. تمام، وبنحطه. انا كان عندي فلفل الوان حاطاه في الفريزر مخزناه، وكمان فلفل اخضر ده بقى الفريش. لكن لو ما عندكيش غير نوع واحد تمام. زي ما دايما بنقول احنا بنقول الوصفات، ولكن ممكن مكون عادي اضافي ما نقدرش عليه اللي هو قدامنا دلوقتي، مش هنوقف الوصفة كلها. تمام. انا دلوقتي بقى جبت التتبيله بتاعتي دي وحطيتها دلوقتي على الفراخ. وهجيب دلوقتي كمان البطاطس. البطاطس نقدر نقول ان هي بقت نص قليه. انا ليه فكرت ان انا اقليها ما احطهاش كده وخلاص؟ لو حطيتها كده كانت هتستوي، لكن لما عملتها نص قليه بصراحه عطت طعم احلى من ان انا احطها كده. لكن لو مش عايزه الزيت كتير او مش عايزه يكون في ماده دهنيه كتير في الاكل عشان تكون صحيه، لا تستغني عن البطاطس او تستغني ان انت تحطيها في شوية زيت. انت ممكن عادي تحطيها زي ما هي كده، وهتاخد من تتبيلة الفراخ والبصل وهتبقى طعمها حلو. بس بالامانة يعني انا بالنسبة لي كان يفضل اللي انا عملته. بعد كده الخلطة اتأكدت ان موجودة تحت في الصينية، وطبعا جوه في الفراخ وتحت الجلد زي ما احنا شفنا.
وبعد كده الورق الزبدة والورق الألمونيا هي أخدت معايا بالضبط ساعة. وبجد زي ما قُلت لِك هتنفعِك جدًا، جدًا في عزومة أو في أكلات عادية، صدقيني يعني هترجعي لها تاني. وبكده خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، ونتقابل إن شاء الله في وصفة جديدة في أكلة بمزاج مع توتة. ويا ريت ما ننساش نشترك في القناة وقولوا لي إيه رأيكم.